فاتورة الكهرباء جات له ب85,000 جنيه. قلنا هنتابع. أستاذ محمود، هل تم حل المشكلة؟ زي حضرتك يا استاذ وائل، حابب اشكر برنامج العاشرة مساء والاعلامي الكبير الاستاذ وائل الابراشي على جهده الكبير في حل مشكلتي البسيطه، واتمنى ان مشاكل جميع المصريين صغيره كانت او كبيره تتحل، واحنا كلنا في ده البلد وفي ده مصر. بس اتمنى الشهر الجاي واللي بعده ما يحصلش نفس المشكله إن شاء الله. أنت دفعت كام يعني؟ من 85,000 جنيه دفعوك كام؟ دفعوا الاصل بتاعي، يعني القراءه الصح، جت لجنه وشافوا القراءه الصح، بس اتمنى الشهر الجاي ما يحصلش كده ليا او لغيري. كام دفعت كام؟ ده دفعت 100 جنيه. يا من 85,000 ل 100 جنيه؟ لا هي الحمد لله كويس، بس يعني وشكر حضرتك لبرنامج. نتمنى انه يتم تفادي. طب خلينا اسال تاني الدكتور محمد يماني المتحدث باسم وزاره الكهرباء. دكتور محمد، تم انهاء المشكله بهذا الشكل؟ مساء الخير وتحياتي لسيادتك. مساء الخير يا دكتور محمد. سالته امبارح وتبين انه ما راحش الكهرباء. اسمح لي اسال الاخ محمود، يا ترى المشكله لما عمل مداخله مع سيادتك المشكله اتحلت بعد المداخله ولا قبلها؟ بعد اذنك يا استاذ وائل. السؤال ده لو سمحت. بعد. نعم. المشكله هو عمل مداخله مع الاستاذ وائل ولم يصارحك القول بانه جالك وهو ما عندوش مشكله. اسمح لي بس اقول الاول، هو امبارح اتصل دكتور محمد. اسمح لي جاوب لي على السؤال من فضلك يا استاذ محمود. بس ما تخليش المشكله كده يا دكتور محمد. ازاي تجي له فاتوره؟ خلينا دي المشكله. لم يكن صادقا حينما اعلن بانه عنده فاتوره كذا، لانه الفاتوره جات له ب 106 جنيه مش 100 زي ما قال. لحظه بقى، لحظه. لا، ازاي جات له ب85؟ مش مهم امتى اتصلح الموقف، قبلي ولا بعدي ما يهمنيش. هو جات له لا، قبل ما يعمل مداخله مع حضرتك انا جالي رد من شركه شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء رسمي معتمد من رئيس مجلس الاداره برقم ايصال السداد وتاريخه. وقايلين لي لحظه بنجيبهم وقايلين لي. جاوبني على السؤال يا استاذ وائل. عمل مع حضرتك مداخله وهو لم طب انا خليني في الكارثه الاولى يا دكتور محمد. ازاي تجي له فاتوره ب 85,000؟ ما جاتلوش يا فندم، جات له فاتوره ب 106 جنيه دفعها قبل ما يعمل مع حضرتك. امال الفاتوره اللي انا شايفها دي ب 85,000 دي ايه؟ يا فندم في تحقيق دلوقتي، هل الفاتوره دي يعني مزوره؟ هل في حاجه ورا الموضوع؟ بدليل انه قبل ما يعمل مع سيادتك مداخله كان هو ناشر على كل المواقع، يعني مش عايز اقول المناوئه او اللي كذا، لكن انا بقول يا استاذ محمود، هل انت زورت هذه الفاتوره تشوه صورة الدولة؟ ده اللي أنا فاهمه من الدكتور محمد اليماني. يا أستاذ وائل، الموظفين بتوع الكهرباء هم اللي دافعين ال 100 جنيه من جيبهم وجايبين لي الفاتورة، دي حقيقة. الدكتور محمد، لا، الفاتورة اللي جات لك ب 85,000 جنيه، هل أنت اللي أنا فاهمه من كلامه إنه هذه الفاتورة مزورة؟ هل أنت اللي زورتها علشان تثير الفتن في المجتمع وتعبئ الناس ضد الحكومة والدولة؟ لو هو خليه يجاوبني على السؤال يا استاذ وائل من فضلك. خليه يجاوبني على السؤال. عمل مع حضرتك مداخله ولم يدلي بكل الحقائق بانه كان فاتوره ب 106 ودفعها قبل ما يعمل مع سيادتك مداخله. طب ما هو مين اللي جاب له؟ خليني في القضيه الاصليه يا دكتور محمد. فاتوره ب 85,000 جنيه. في تحقيق دلوقتي لانه في شبهه، يعني ناس بتشوش على قطاع الكهرباء، ويعني الموضوع داخل فيه جهات امنيه. طب يبقى عندك موظفين، يبقى الكلام اللي بيتقال يا دكتور محمد ان في موظفين في وزاره الكهرباء يعملون لحساب الاخوان، ده كلام مهم يعني. حقيقه يا دكتور استاذ وائل، ممكن اقول حاجه بس بسيطه؟ اتفضل. موظفين الكهرباء هم اللي دافعين لي ال 100 جنيه، هم اللي دافعين لي عشان يرضوني. موظفين الكهرباء هم اللي، ولو الدكتور محمد يا استاذ وائل، وانا رجاء بينه وبين المحاكم عمل مع سيادتك مداخله وهو ما عندوش مشكله. انا بقول لسيادتك تاني الايصال. لا بس حتى لو ما عندوش مشكله انا هفضل ماسك في الفاتوره اللي ب 85,000 دي، مش هسيبها. بالظبط كده، وكلنا مش هنسيبها، والموضوع قيد التحقيق. لكن هو بالفعل امبارح كلهم لا معلش، وقال والشباب اللي زينا والحكومه والموظفين. انا بقول لسيادتك قبل ما يجي مع حضرتك مداخله فاتورته. انا يا دكتور محمد متنازل، مش عايز اقول احنا يا جماعه اصحاب السبق في انه الراجل ده بدل ما يدفع 85,000 دفع 100، مش مهم. لا الكلام ده لا معلش. انا اللي يهمني جات له فاتوره ب 85,000 جنيه ازاي؟ انا بقول لسيادتك ومن الذي زورها؟ حضرتك بتقول انها مزوره. فاتورته الاخيره جات له ب 106 ودفعها قبل ما يتواصل مع حضرتك ولم يذكر. هتفضل قضيتي اللي طلع اللي على الشاشه دي مين؟ اللي هي ب 85,000.
هو بقى هو يسأل وفي تحقيق هيتم يا فندم ان شاء الله. ان شاء الله. انا مش عايز واحد خبطته عربيه يا دكتور فاهتم بانه اصل هدومه ما كانتش نظيفه، انا بهتم بانه عربيه خبطته. انا عندي في فاتوره، عندي الجريمه الكبيره هذه الفاتوره. ما يهمنيش بقى هو تصلح الموقف قبل ما يتكلم معايا او بعد ما يتكلم معايا. انا يهمني اللي طلع هذه الفاتوره ده من مصلحته، واحد عاوز يولع ويشعل فتنا لان مواقع الاخوان استغلت هذه الفاتوره. هو ده بالظبط كده. ودي الموضوع بقول لسيادتك قيد التحقيق وهنتابع مع سيادتك الموضوع برضه ان شاء الله. وهو دافع فاتورته 106 وهو اللي دفع مش الموظفين، دفع 106 والايصال موجود برقمه وتاريخه. بتوجه لك بالشكر. استاذ محمود اوعى تكون خلايا نايمه طلعت انت هذه الفاتوره عشان لا يا استاذ وائل ممكن طلب صغير؟ اتفضل. والدي بس هيكلم حضرتك. يا حاج. السلام عليكم وائل بيه. اتفضل. ازيك يا وائل بيه؟ اهلا بيك انا سامعك. معاك الشيخ منصور السكري مدير عام التفتيش والمتابعه بثقافه الدقاريه. اهلا بيك اهلا بيك. الفاتوره اللي ب 85,000 جنيه اللي طلعها يا وائل بيه. انا بقول لمعاليك منطقه كهرباء دي كرنس ممتلئه بالاخوان يتعمدون الخطا لايصال الراي العام وجلب الغضب للشعب المصري. يا وائل بيه انا بطالب الان الدكتور وزير الكهرباء بتطهير الوزاره فورا من عناصر جماعه الاخوان لانهم يتعمدون فعلا الخطا، يتعمدون الخطا من اجل البلبله وان يصار الراي العام. وبدليل انت بتقول الموظفين عشان يقفلوا الموضوع هم اللي دفعوا ال 100 جنيه كمان لابنك. يا وائل بيه اطالب تطهير الكهرباء والتعليم وهناك وزاره ثالثه انا هحتفظ بها دلوقتي ممتلئه بالاخوان يتعمدون اثاره القلاقل والبلبله بين افراد الشعب المصري. طيب خلينا اسال تاني الدكتور محمد اليماني. دكتور محمد، القضيه هنا اصبحت انه هل يوجد موظفون اخوان ممكن يطلعوا فواتير بمبالغ ضخمه تستغل لاثاره الفتن الاجتماعيه في مجتمعنا؟ طيب انا هجاوب على سيادتك في الشقين. انا طبعا تحياتي للشيخ السكري. عايز اقول بس ان احنا ده شغل الجهات الامنيه في فحص كل موظف موجود بيعبث وبيحاول يشوه انجازات قطاع الكهرباء في عهد الرئيس السيسي. عايز اقول بس اسال الاستاذ محمود السكري ليه قبل ما يعمل مع سيادتك مداخله ودون ان يذهب الى الكهرباء الموضوع نشر قبل ما يعمل مداخله مع سيادتك امبارح؟ انت عايز تقول انه مشارك لانه اي حد هيجيله فاتوره ب 85,000 هيعمل كده يا دكتور محمد؟ لا يروح اداره الكهرباء ولما ما يحلوش المشكله يذهب الى الاعلام. ده النهارده لا والله الناس تذهب الى الاعلام. اصبح المتنفس للناس لانه احيانا يذهبون